هعمل لكم النهارده صينيه فراخ بالتتبيله وبالتوابل. طعمها خطير مع البصل مع الفلفل الالوان. طعمها بيشهي وريحتها قلب الدنيا. معايا الاول بعد ما غسلت الفراخ حلو ونضفتها وغسلتها حلو ونقعتها في ملح وفلفل اسود ودقيق وورق لورا. نقعتها ساعتين وبعد كده هشيلها. معايا ميه مغليه على البوتاجاز فيها ورق لورا وحبهان وعود قرفه وفلفل اسود وملح. هحط الفراخ تغلي اول غلوه وفي التانية هشيلها من الميه دي. انا مش عايزه اعملها في الشرب. بعد كده معايا بصلايه مقطعاها وليمونتين او 3 ليمونات، الليمون حسب الرغبه، وبرتقانية وجزرتين واربع خمس فصوص توم. هحط كل دول مع التوابل. معايا كزبرة وفلفل اسود وملح وبابريكا وزيت وشوية كركم، وهحطهم مع بعض كده في الخلاط مع شوية اللبن او علبة زبادي او حبة لبن رايبين اللي موجودة عندك. هعملهم التتبيلة دي. هي دي التتبيلة الخطيرة اللي هتخلي الفراخ طعمها لذيذ وهتوديها في حتة تانية خالص. معايا الأول مادة دهنية تاني بعد ما الفراخ خرجتها من المية أو من الشوربة. مادة دهنية شوية زيت وشوية سمنة، أو عندك حتة سمنة، حتة دهن من المسيحة براحتك. قدحت على النار حلو. بعد كده حطيت الفراخ خدت لون. حطيت البصل 3 بصلات مقطعاهم جوانح، وحطيت فلفل احمر واخضر واصفر والجزر معاهم، لو مش في جزر مش مشكله. وبعد كده شوحتهم مع بعض وحطيت التتبيله دي. التتبيله الخضراء اللي خلت الفراخ طعمها لذيذ وريحتها ماليه الدنيا. هتشوحوا كل دول مع بعض. انا حاطه في التتبيله فلفل اسود وملح، فانا مش هحط تاني اي حاجه. هتغلي غلوتين. بعد كده هجيب شويه صلصه من اللي احنا كنا عاملينها واحطهم عليها، عشان الكركم كان لونه اصفر قوي. انت مش عايزه اللون الاصفر قوي ما تكتريش كركم. انما لو كترت كركم عايزه تكسريه شويه اعملي شويه صلصه هيغير اللون شويه. وبعد كده خدتها على الفرن. حطيتها في الفرن تكمل تسويه. وبعد كده الفرن بيديها ريحه حلوه. وبعد كده كملت التسويه فيها ونشفت الحاجات اللي فيها دي كلها. التتبيله دي يا دوب بس بقت التتبيله كده مسقسقه حاجه بسيطه. وبعد كده خرجتها زي ما حضراتكم شايفين. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.